منذ عام تحول أكراد المنطقة إلى لاعب إقليمي بعد أن كانوا مجرد ورقة في الحسابات الإقليمية والدولية. وأمس تحول أكراد تركيا إلى كتلة برلمانية ذات وزن بعد أن كانت قواهم مشتتة وقسم منهم متمردين على السلطة المركزية. 80 مقعدا في البرلمان التركي كفيلة بفتح الباب أمام مشاركة الأكراد في العملية السياسية وبالتالي المضي قدما بعملية السلام. للمرة الأولى في تاريخ تركيا الحديث حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وهو الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، قرر خوض الانتخابات باعتباره حزبا بعد أن كان الأكراد يترشحون لهذه الانتخابات مستقلين. إنجاز سينقل تعامل أنقرة مع ملف القضية الكردية إلى مستوى جديد قد يكون أقل اضطرابا. العلاقات التركية الكردية شهدت تاريخا ملوثا بالدماء والصراعات الدامية على مدى 3 عقود، وفي عام 2012 بدأت تركيا المحادثات مع عبد الله أوجلان لإنهاء الصراع، وبعدها بعام أعلن أوجلان وقف إطلاق النار وسحب المقاتلين إلى قواعد في شمالي العراق. واليوم إذا ما أراد حزب العدالة والتنمية أن يتبنى مشروعا لحل هذه القضية لن يكون لديه خيار سوى التعامل مع حزب الشعوب الديمقراطي كممثل للقضية الكردية على المستويين الشعبي والتشريعي. ولا يستبعد البعض إمكانية تشكيل ائتلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطية، ما يعني في الواقع تحالفا بين أردوغان وأوجلان. وسيناريو الصفقة المتوقع هنا ائتلاف تنتج عنه حرية أوجلان ومنح الأكراد شكلا من أشكال الحكم الذاتي في مقابل تجنيد الدعم الكردي لتحقيق التغيير الدستوري الذي يطمح له أردوغان. لكن معرفة تاريخ أردوغان من ناحية تراجعه عن الاتفاقات السياسية بمجرد أن يصبح نظراؤه غير ضروريين لا يشجع. كذلك ينقسم الصوت الكردي بين القوميين المتمسكين بالاستقلال الذاتي والليبراليين المؤمنين بتركيا دولة للجميع. وفي المحصلة فإن نتائج أي ائتلاف ممكن بين أردوغان والأكراد لن تكون مضمونة من أي من الطرفين.